أستاذ عقيل مشاركات كتير، ناس كتير بعتها. هو في واحدة عجبتني كده اللي هو عامل زي نشرة أخبار كده، جايب فيديو مقطع. هو إبداع بيقدم يعني مذيع مستقبل. في مبدعين. في عندنا موهبة في اللي هو المذيع المتميز. خلينا نشوف مذيع مستقبل. مذيع المستقبل، خلينا نشوفه على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الأخبار الزب رسول يقدمها لكم من خارج المجال. يغني أبو عبد الكريم المعروف به الزب رسول في رحلة إلى جدة الإسلامي عبد الله بنعمة. انقلاب في بيت وعقيل وحركته يتبنون هذا الانقلاب. أبو عبد الكريم يتوعد عقيل الجناحي وحركته برد قاتل وصفعة قوية. غرم البيشي وأطراد العنزي وحسن عباس وحمد العتيبي أبرز القياديين في حركة عقيل الجناحي احتجزوا المتسابقين كرهائن الحرب ردا على تهديدهما أبو عبد الكريم. غادر اليوم أبو عبد الكريم المعروف بهيما أرضى ضد رصيدك في رحلة عاجلة للمشاركة في عرس الداعية الإسلامية عبد الله بنعمة في جدة. وفي هذا الوقت استغل عقيل الجناحي دفة القيادة في البيت بانقلاب منظم بالتعاون مع أبرز قادته، وكان أبرزهم غرم البيشي وأطراد دعنزي وحسن عباس وحمد العتيبي. هذا وقد توعد أبو عبد الكريم على هذا الانقلاب بتهديد وصفعة قوية كانت قد بثت في نشرات سابقة، وقد قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء هنينا عبد الله يقول مبروك، لكن أود رسالة العجيب من هذا المكان الطيب. أقول يا عجيب الانقلاب اللي سويته بزيد رصيدك أنا الآن فرح، لكن بكرة إن شاء الله الهجوم البري أشيك بإذن الله. أنت الشباب، وأقول يا ويلك يا ناصر في عبد الله، ويا ويلك يا طراد العنزي اللي كانوا ضد الانقلاب، لكن ساعتي ويقول ارجع لي، يرجع لنا أحسن. ارجع لنا. طبعا بس هذا يحمل، لكن اخوي حسن عباس بما انك يعني بنكمل تخزن الجهاز يعني. اخوي حسن عباس بما انك يعني عندك خبره في نشرات الاخبار، فايش رايك في اسلوب اخونا ما عرفنا اسمه بنشوفه بعد شوي ان شاء الله. شكله بيجي حجر قويه صراحه والله عنده حس. نعم عنده حس متميز. خالد الشرفة. ايوه اسمه خالد الشرفة. صراحة وليد خالد ما شاء الله تبارك الله عنده حس، بعدين استطاع انه يتقن الدور وكأنه عايش الوضع معانا هنا في الاستوديو يعني. انا عجبني الفيديو اول ما شفته. ايوه ما شاء الله تبارك الله، حتى ولف الكلمات وحتى النبرات يعني فيها نوع من الحزن كاملة. ايوه ما شاء الله تبارك الله. المونتاج كمان صراحة ممتاز وبيض الله وجهه ان شاء الله، ان الله يوفقه ان شاء الله. نعم. اقول ابو ناصر ابداع والله ابداع. انا ما كملنا الوقت باقي. تبي نكمل المادة الموجودة؟ نشوف يا شيخ بعد بنقسم ان شاء الله، ومع السلامة. طيب اسمعني برجع لكم. وفي الوقت نفسه كان عقيل الجناحي وحركته يعدون المعدة ويجهزون الكمائن ويحشدون أكبر كم من الأسلحة والراحلة للمواجهة. انتهى الموجز في أمان الله.
هذا نموذج من نماذج ليش فتحنا المجال لهم؟ لأن ناس مبدعين وبدنا صراحة نشوف الإبداع هذا، وفي ما شاء الله نماذج كثيرة راح أيضا نطلع عليها أثناء الحلقة، وأنتم من خلال يعني دخولكم لمنتدى يلا.com قسم فيديو بداية راح تشوفون فعلا إبداعات جميلة، ومن خلالها صوتوا للأشخاص الفعلا المميزين اللي يستاهلون يكونوا مثلا موجودين معنا في المسابقة ويتأهلون ل يعني خوض غمار تصفيات زد رصيدك 3. ناصر حلو التوقيع. تمام. ابداع يا خالد ما شاء الله. والله يا خالد برافو عليك. والله برافو يا مخلوق. هذا بيجي بيكون من زبانية قسم من جماعتك. هذا بيصير هذا بيطير خالتنا بيجي مشرب شكله. جبني ومغلق اي. الله ما صارت كذا علي للمذيعين لا شوف طالع الورق ازاي نعم والله يعني اتوقع بمثل مواهب جميله والشباب فيهم الخير والبركه يعني. اخوي حسن اتوقع نحن راح نشوف نماذج جميله. البدايه قويه بشوف اشياء قويه. نعم تسهل له الامكانيات والتصوير الجميل والصوت يعني وعبر قناه مشاهده راح ان شاء الله يتميز ويكون. اتوقع بيجيبونه بدله شكله يقول له تعال غطي الحفل. لا ما شاء الله هناك يعني توقيع مسكته. نشوف نموذج اخر من نماذج. كمل يا احييك انك طيرت لي الثلاثه كوكبان اللي عندي وبعطيني 5 نجوم للجمهور. احييك يا خالد انك طيرتني واحييك طيرت الشباب والشله. ضمك ان شاء الله احمد المؤسسه. فوق بضمنا. والله بضمنا والله. شو التفكير الواحد فعلا يكون جاد انه يبي يشترك. راقي والله. ايوه. اختيار نص اختيار الاداء. نعم. طرت يا حبيبي انت طرت يا حبيبي تقول لي نص واحد. من بعدك يا احمد. خلينا نطرنا يا حبيبي. انت طرت ما معك. شرافه قال واحده. هذا طيركم. كم صراحه يعني بعض الابداعات. والله ابداعات. وانت تقول ان بهالطريقه لما يخليهم في البيت ها؟ ايه بالطريقه شو اسمه؟ احمد محروس ايه وخالد شرافه. لزوم يجونا الاسبوع اذا حصل. لا كنا في المسرحيه الختاميه حقت الحفل الختامي. والله يعني احنا بنشوف ان شاء الله. لا احمد لا لو كان على حسابنا احنا والله يجي. محروس؟ لا دقيقه واحد وشرافه بعد شرافه طريقته. وشكله راح يبدا شرافه يحرق دم بالتوقيت. نعم فاحنا يعني ندعو الاخوه المشاهدين في انهم جهز جنطه ابراهيم جاهز خالد شرافه مشرف. اخبار شمال المملكه. احنا لو سوينا مسابقه مشرف في البيت بعد ممكن ها؟ اتوقع بدي احمد يمشي 2000 اللي كان احمد. خالد واحد سنه بيقول كذا خالد. سويت نعم كلمه ابو عبد الكريم على المساهمات اللي جاتك وش اللي شفته بالضبط؟ والله انا الان والله مبسوط جدا والله. ليش؟ عشان في مواهب يحبون القناه ما شاء الله عليهم. يعني شفنا خالد ما شاء الله هذا خالد يمكن عنده ادوار غير المذيع عنده ادوار ثانيه شكله انا يعني ما شاء الله من طريقته عنده شيء كثير بيقدمه. نعم وما شاء الله الممثل بفضل الله ما شاء الله عليه عنده شيء يقدمه كثير. واخوي حسن اذا رساله بتوجهها. وانا اقول اتمنى لكل من شارك التوفيق والنجاح بالنسبه لي ما شاء الله تبارك الله والله كل مبدع اللي قدموا لهم كل مبدعين كل واحد يتميز في شيء في لونه الخاص فيه. طبعا شفنا الاخ محروس والثاني خالد ما شاء الله تبارك الله حس يعني احس كانه من زمان دارت الشيء هذا فنتمنى ان شاء الله باذن الله انهم يكونوا معنا ان شاء الله. واللي شاركوا هذا اتوقع انهم ما شاء الله تبارك الله حتى من هنا البدايه واللي ما يجي عندنا لنا مع تواصل ان شاء الله. ان شاء الله. باذن الله.